سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم، سلام الأحرار على كل حر فوق هذه المعمورة، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كانت لغته، ومهما كان دينه. المهم أنه مع الحق ضد الباطل، المهم أنه مع المستضعفين وضد الظالمين. يا رب اكتبنا ممن يحاربون الظلم والظالمين يا ربي، أزول ولا نزول. أولا أشكركم دائما على دعمكم للقناة، أتمنى أيضا أن تدعموننا دائما كثروا لنا اللايكات، كثروا لنا الاعجابات بالفيديو، كثروا لي كومونتير باش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، بارطاجيو. الان جاء وقت البارطاج، جاء وقت ايضا انكم كما قلت لكم انكم تعملوا مواقع تواصل جديده ليست باسمائكم الحقيقيه وليست بصوركم الحقيقيه، لتكون فعالا فيما هو قادم لتحرير الجزائر. هنا النصيحة الأخيرة نتاعي راح تكون مختصرة جدا إلى ضباط الجيش، من كابيتان نقول لك الكولونيل جديد. على ما يهمنيش في هذوك، لأنه الجنرال وروح حتى الجنرالات ولي كولونيل يوتنو كولونيل هذوك اللي حتى المهنيين في الجيش نتاعنا قاربوا على الخروج وكبروا، وخلينا نقولوا أغلبيتهم فاسدين. ونفس الشيء بالدركة. علاه نتكلم من كابيتان اللي الكولونيل الجديد؟ لانهم هادو، ونهضر على المهنيين، جميع فاسد خامج يكره الشعب. انا مانيش نتكلم عليك، نهضر على الناس المهنيين. وانا اعرف اننا عندنا هادوك مساكن اللي يوصل 52 سنه يقول له خلاص خويا العزيز هاك لا روتريت نتاعك وخرج تمتع بلا روتريت نتاعك. نهضر على هادو المهنيين، باسكو المهنيين اللي يقولوا له ارواح نعطيوك هذيك باش دير لنا لي فاكتور كذا، يقول لهم خويا خليني ترانكيل. انا نهضر على هادو. نصيحه لكم من معلومات وصلتني. شوفوا، معلومات نصها اكو تلقاوه ونصها وصلني سري. اي حاجه، اي شيء، اي سلاح، اي وسيله اتصال، اي مركبه دخلت عن طريق البور جزائري، هاد الحوايج حذاري منها. اي لبس دخل خاصة داخله فيه الامارات من حذاري عليكم، على عائلاتكم. اذا جاك تليفون قالوا لك هاك هذه من الخدمه وديتو لعائلتك، عطيتو لبنتك، عطيتو لولدك، عطيتو كذا. اذا جاتك لبسه قالوا لك هاك جبناها من البور من الايروبور، جابوها الديوانه، سما حابك في عقلك حابك تتوسع وتولي بارانوياك، تولي مشكاك الى ابعد الحدود. جاب لك واحد ماشينه تاع حلاقه، جاب لك شوف لبسه قالوا لك هذه سيزي باطل هزو، جاوكم قالوا لكم هذيك المركبه. كي نقول لك المركبه، لكن جاتك سياره وقالوا لك هذه هاك وكذايا، ها يا عيني. اذا ركبت في مركبه تاع الجيش ولا تاع الدرك وداخله من البور، ماهيش بالضروره سياره النمير، هذيك سياره النمير. لكن ركبت فيها يجب ان تعرف انه في الوقت اللي راكب فيها في النقطه الفلانيه تحت الرمله الفلانيه الكيان الاسرائيلي وقاعد يشوف فيك. كلمه اللي تقولها داخل المركبه هذه اي واصله عندهم، ثم يعرفك، يعرف باباك، يعرف امك، يعرف مرتك، قادر يكون دخل الشومبرا نتاع بنتك، قادر يكون تاع ولدك، قادر. اذا باش نزيد نحلل لكم شويه الافاق نتاع الشك نتاعكم، وهذه ما نهضرش النصيحه هذه علاش كاع نقول فيها المهنيين وكذايا، لاني عارف انا في الاخير انه احنا نحتاج كل انسان جزائري خاصه يعود مهني غدوه في بلاد تكون محكومه من طرف شعبها. انا هادو ما نحبهمش يتقاسوا، انا هادوك الفاسدين وكذا ماذا بيا يطربقوهم، يديروا فيهم كذا، يديروا فيهم واش يحبوا، ولو انهم هم خونه مباشره هادوك هما يبيعوا. بصح انايا نقول لك لانه لا تعتقد، لا اني عم بالك علاش كاع نقول لك من كابيتان الكولونيل، لاني نعرف حتى الجنود عم بالي باللي راهم دايرين لهم باز دو دوني تاعنا، الجنود تاع العسكر، الجنود تاع الدرك. بالك ما نقدرش نسمي لك الشرطه، لكن القيادات الكبرى تاع الشرطه ما عندي حتى شك فيها انهم دايرين لهم باز دو دوني وحاطينكم السيبله نتاعكم ومجهزين كل شيء، مجهز كل شيء. يعني باش نقول لكم بركه وحديركم برك، لانه الاوضاع الحاليه نتاع العالم
ما تسمحلناش حنايا. وهذه نتوما كذكاء تاع انسان داخل في الجيش في الامن، عليك ان تتساءل كي تعود ايران، بلاد كما ايران مغلقه بذلك الاخر، والحرب نتاعها معلنه، تسمى حتى عقائديا من جهه اللي حاكمين ايران، عقائديا عم بالهم باللي لازم يقفلوا على الكيان وقافلين عليه ومديكلاريين مع الحرب. ماشي كيما تاعنا زعما مديكلاريين مع الحرب وانتم تعرفوا باللي باعوا لهم وشراو معاهم تحت الطرف، وتعرفوا انه اللي حاكمينكم الفوق خلاص خونه في الصح. تعرفوا باللي لي بورن تاعكم حاكمينهم الاماراتيين. تعرفوا باللي القاده الكبار نتاعكم تاع الجيش كانوا يروحوا للامارات. تعرفوا باللي القاده الكبار نتاعكم كانوا يروحوا للاوراسي عند هذاك الاماراتي اللي كان حاكم شركه الدخان. على فكره الدخان اللي يجيكم الكازارنات وتهزوه وتشريوه زعما بنص سومه والله ساعات باطل، داري خاصه اللي يوصلكم. شوفوا الماكله اللي توصلكم مكتوب فيها الجيش هذيك داري. اللهم اني بلغت فاشهد. اللهم اني بلغت اشهد. أنا قاعد نهضر هكذا. وعلى فكره كي قاعد ننصح فيكم، انا مانيش ننصح فيكم لاني اقولها واعاودها. انا ما نسحق انايا حتى واحد في الجيش يروح يقتل شي نقريحه ولا يروح ينقلب على شي نقريحه. اعيدها انايا شخصيا، واعتقد هذا راي الكثير من الخوه والخوات، لا نريد انقلاب تاعكم في الجيش. ما نحبوكمش تقتلوا شي نقريحه ولا العصابه تاع شي نقريحه. علاش؟ نقول لكم علاش. لان انا ما نسحقوا خير حتى واحد لابس الكاسكيطه في انقاذ الجزائر وتحرير الجزائر. سنحرر الجزائر بالسلميه نتاعنا وبالمدنيه نتاعنا. ما نسحقوا حتى واحد بالكاسكيطه. لماذا؟ لزوج حوايج. الاولى انه بعد هذا الوقت بكل انتم حاكمكم عجوز بليكوش ما درتوا والو، فاحسن لنا انه ما يجيناش واحد منكم، لانه اللي ما يتدخلش وهو يلعبها لنا قوي ما يتدخلش في الاوقات الصعبه اللي البلاد راحت. علاش تجي غدوه كيعود الشعب خارج والشعب يجي فيهم؟ ما نسحقكش. الامر الثاني، في المره القادمه اللي الشعب يسترد ويخرج باش يسترد البلاد نتاعو، ما نحبوش نشوفوا الكاسكيطه. ما نحبش نشوف الكاسكيطه تاع يخرج لي يقول لي اني خاوه مع الشعب واني انايا هو اللي ندير لكم ترانزيسيون. ما نسحقكش. نتايا طبق الدستور نتاعك، ادخل للكازرنه نتاعك وحاول تحمي البلاد من الاعداء الخارجيين. الاعداء الداخليين خليهم للشعب، ما تخافش، خليهم للشعب. اني قاعد قلتها لهم في اول الفيديو. اذا ما سمعوناش حنا اللي عقلاء قاعدين نقولوا لهم، انايا اني وليت انا هو المتطرف نتاع العقلاء، ستعدمون بالقانون. اللي حكمتوا عليه محمد بن حليمه ومحمد عبد الله قلت لهم اعدام، ستحكمون به. يا واللي جايين ويقدروا يسكتوني انا، ياك وتوليو تقولوا كون غير سمعنا العماد، توليو تقولوا كون غير سمعنا العماد. اني نهضر معاكم. السلام عليكم.